السلام عليكم، بسوي طريقة رز بالسمك، بحتاج لتتبيلة السمك بملعقة الأكل، ملعقة فلفل أسود مطحون وملعقة كركم وملعقة كزبرة وكمون وكاري، ملعقة ثوم مهروس، ملعقتين عصير ليمون وملح حسب الذوق، 3 ملاعق فلفل أحمر اللي هو البسباس العدني، شوية زيت زيتون اختياري. هنا شكلها بعد ما خلطتها مع بعض. في مقلاة حار أحط شوية زيت الزيتون أو أي زيت انتوا تفضلونه. هنا عندي حبة بطاطس قليتها في الزيت لين يتغير لونها، ما أخليها تستوي مرة، بعدين أشيلها وأحطها على جنب. في نفس الزيت اللي قليت فيه البطاطس بقلي السمك، بعد ما يتحمر السمك أشيله وأخليه على جنب. في نفس الزيت اللي قليت فيه السمك أحط بهارات صحيحة وأحمسها شوي. بعدين حطيت حبة بصل مقطعة وأحط ملعقة ثوم مهروس وأحركها لين يذوب البصل. بعدين حطيت واحد فلفل وواحد بصل وفلفل رومي مقطع اختياري. هنا حطيت حبة طماطم مقطعة وأحمسها مع البصل لين يذوبون مع بعض. هنا في الخلاط حطيت حبة طماطم مقطعة ونص بصل مقطع، واحد فلفل أحمر البسباس العدني، شوية كزبرة، 3 فص ثوم وواحد ماجي. هنا بعد ما ذاب البصل والطماطم حطيت بملعقة الأكل ملعقة معجون الطماطم وأحط الخليط وأحط بملعقة صغيرة بهارات كزبرة مطحونة وفلفل وكمون كركم وكاري، وأحط ملح حسب الذوق. بعدين أحط البطاطس اللي قليت من قبل وأحط كوب موية حارة وأخليه لين يستوي البطاطس لأنه مو مستوي من قبل. هنا في قدر حطيت موية حارة وكوب ونص رز معصور ومنقوع من قبل، وحطيت ملعقتين زيت ورشة ملح وأسلقه نص سلقة، بعدين أشيله وأصفيه. هنا خلاص استوت البطاطس وصارت صلصة معنا جاهزة، بحطها في قدر أوسع. بعد ما سلقت الرز وصفيته الحين بحطه على الصلصة، بعدين أحط على الرز السمك وأغطيه وأخليه لمدة 10 دقايق. الحين خلاص صارت أكلتنا الحلوة جاهزة، وأتمنى إنه تجربونها وبالعافية علينا. جربوها وبالعافية عليكم، وأتمنى إنه تدعموني.